لو سألتك إمتى بيبدأ التسويق؟ غالبا هترد لما نحط خطة محتوى أو لما نبدأ نعلن. والحقيقة إنه التسويق بيبدأ قبل أي أداة وقبل ما يبقى في منتج أصلا. والمشكلة إنه أغلب اللي بيشتغلوا في التسويق بيبدأوا على مرحلة متأخرة جدا من القصة وبيسألوا السؤال الغلط. الخواجة كوتلر الملقب بأبو التسويق بيقول إنه التسويق ده هو علم وفن خلق وتوصيل وتبادل قيمة حقيقية لسوق مستهدف بهدف تحقيق ربح مستدام. وده معناه إنه التسويق ده مش بيع ومش إعلان ومش خطة محتوى، لكنه خلق قيمة وتوصيلها للشخص المناسب في الوقت المناسب بشكل مستدام. وده بيخلينا نرجع نسأل نفسنا، لو التسويق هو خلق القيمة فإمتى بيبدأ؟ هل بيبدأ لما بنطلق المنتج ولا لما بنعلن؟ والحقيقة إنه التسويق بيبدأ قبل ده كله. التسويق الحقيقي بيبدأ لما تفكر في العميل، مش لما تكتب بوست أو تعمل تصميم. لما تسأل هو مين، بيشعر بإيه، بيتمنى إيه، ومستعد يدفع مقابل لده إيه. يعني قبل أي منتج وقبل أي لاندنج بيج وقبل أي فانل وقبل أي إعلان لازم الأسئلة دي تكون الأولى في مشروعك. وخلي بالك، إعلان من غير تحديد قيمة معناه إعلان بيوصل عرض مش مناسب لاحتياج العميل. وبناء محتوى عام لكل الناس ده معناه إنه مفيش تفاعل، لأنه محدش هيشعر إنه الكلام ده موجه ليه. وإطلاق منتج قبل اختبار السوق ده معناه مجهود ضائع، لأنه اتبنى على فرضيات داخلية. كل دي مش بس أخطاء تنفيذ، دي أخطاء فكر تسويقي، لأنه الجذر مش موجود. الشركات الكبرى بتشتغل التسويق كسيستم، كمنظومة متكاملة. بعد ما بتبني الجذور بتشتغل على 3 مراحل. المرحلة الأولى السيجمنتيشن، واللي فيها بتقسم السوق حسب الاحتياج والسلوك ووعي العميل. والمرحلة التانية التارجتينج، واللي فيها بتستهدف السوق المناسب اللي تقدر تخدمه فعلا. المرحلة التالتة البوزيشننج، واللي فيها بتحدد الصورة الذهنية اللي عايزة ترسمها في عقل العميل. وبعد كده بتبدأ في المراحل التالية من بناء المنتج وتسعيره وتوزيعه وطريقة الترويج ليه. وبعد ما حددنا مين نخاطبه وهنخاطبه بإيه وإزاي نتميز في نظره، بنبدأ نسأل إزاي نوصل الرسالة دي من أول لحظة يعرفنا فيها لحد ما يتحول لعميل فعلا. وده دور الفانل. والفانل اللي أقصدها مش مجرد خطوط بتترسم ولا صفحات بتتبني. الفانل اللي أقصدها هي الترجمة التقنية لرؤية تسويقية متكاملة. وده اللي احنا هنتعلم نبنيه مع بعض في الحلقات اللي جاية. الفيديو ده مش بس علشان يعرفك يعني ايه تسويق، لكنه عشان يغير طريقتك في التفكير. لو كنت بتشتغل اونلاين او عندك بيزنس، فالمعركة لا في اعلان ولا في ريل، المعركة في الاساس. اشترك في القناة وفعل الجرس وخلينا نشتغل على التسويق بيجيب نتيجة ونبنيه من الجذور. اشوفكم على خير.